السلام عليكم ورحمة الله متتبعات قناة عالم ميري، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى تكونوا في أفضل الأحوال يا رب وتكونوا دوزوا عطلة سعيدة. بداية بغيت نرحب بجميع الأخوات اللي انضموا معنا للقناة. مرحبا بكم وألف مرحبا، ويا رب نكون عند حسن ظنكم. فاليوم غادي نجاوبكم على الورق اللي غلفت به البوطاجي. فجاتني العديد من الاسئله: واش كيخسر بالماء؟ واش ما غاديش يتحرق؟ وكاين شي اخوات يعني جربوا انواع اخرى وما صدقش ليهم، يعني كيخسر بالماء وكتمسح ليه الرسومات اللي فيه. فاليوم غادي نجاوبكم على هذه الاسئله وغادي تشوفوا النتيجه يعني بعينيكم. وفي اخر الفيديو غادي نوريكم النوعيه وكيفاش تختاروا الورق اللي غادي يصبر معكم مده طويله. فهنا غادي نوضع شويه ديال الصابون ديال الاواني، وغادي نمسحو بالبونجا عادي كيف ما شفتوا. واخا يعني كنضغط، ماشي يعني مسح سطحي ولا محاوله عليه، يعني كنظفو عادي. فغنقلب هاد الليفه على الجهه اللي خشنه شويه، وغادي نغسل كذلك هادو اللي درت في الحيط. يعني راه نفس النوعيه اللي خديتنا، نفس لا مارك. كذلك سولوني اخوات بشحال خديتو، رغم انني ذكرت الثمن في الفيديو يمكن ما كملتوهش. فشريته ب45 درهم للرولو. ودابا غادي نمسح باش تشوفوا يعني النتيجه مباشره. يعني كيبقى هو ما كيتاثرش بالماء، بالعكس غير ما كيزيد يعني ملي كتنظفيه كيزيد يعني كيلمع وكيتنقى اكثر. فبالنسبه كذلك للجافيل، فانا كندير ليه جافيل، بالعكس كنديرو ليه دائما. ما كيتغيرش اللون ديالو نهائيا. يعني كنخلط جافيل مع الماء وكنمسح به عادي. غير انا ما توفرش عندي جافيل كنتقادى ليا. وغادي نوريكم كذلك في الحيط كيفاش يعني كنمسحو عادي، ما كاين حتى شي مشكل. غير النوعيه هي اللي خاصكم تاكدوا منها قبل ما تشريوه. غادي نوريه لكم في اخر الفيديو ان شاء الله. اما بخصوص يعني الاشياء الساخنه، واش كنوضع فوق طنجره سخونه، واش كان يعني لا طاحت عليه شي حاجه سخونه، فغنوريكم دابا. فانا سخنت الماء وغادي نخويه مباشره، يعني الماء راه طايب من البوطه، غادي نخويه مباشره على السطح، يعني على هذا الورق هذا. يعني ما غاديش يذوب، ما كيوقع عليه حتى شي حاجه نهائيا، ولله الحمد. فما شفتوا معايا راه ما وقع ليه حتى شي حاجه نهائيا، يعني ما تكمش، ما داب هذاك الورق ما والو. ودابا غادي نمسح هذاك الماء. اما بالنسبه للطنجره او يعني الحاجه سخونه وبغيتي تحطيها فوقو، ضروري تحطي شي حاجه عازل. هو فايت لي حطيت يعني طنجره نيشان عليه، ما وقع عليه حتى شي حاجه، ولكن غير كيقصاح بحال شكل شنو سميتو هذاك القلع اللي كنديرو على الميده. يعني ملي كتحطي عليه شي حاجه دافيه او لا سخونه كيقصاح هكا، كيوقع حتى لهذا مع الوقت، يعني بحال كيقصاح. ولكن غير الا حطيتو عليه سخون، اما الا ما حطيتوش عليه شي حاجه سخونه راه كيبقى هو. دابا غادي نوريكم يعني كيفاش تختاروا النوعيه الجيده او الكاليتي اللي غادي تنفعكم في البوطاجي، او حتى في بلاصه اخرى هكا بغيتوا تغلفوا بها. فغادي نجيب هذاك اللي بقى ليا من الرولو. فكيف ما شفتوا معايا انا غادي نحاول نقطعه. فراه كنحاول نقطعه كما شفتوا، ولكن ما كيتقطعش، هو كيعواج ولكن ما كيتقطعش نهائيا.
يعني كتقطع هاد الورقه اللي لتحت اللي كنحيدو، ولكن هو ما كيتقطعش الحمد لله. صدق لي رائع جدا ونفعني في البوطاجي صراحه. فغادي نجرب معكم حتى الشكل الاخر. راه نفس لا مارك، نفس النوعيه. يعني هكا الا بغيتو تختبروا يعني الجوده ديالو، غادي تقلبوا بها الطريقه هذه، تحاولوا بحال هكا تقطعوا شي جنب منه، غتشوفوا الا تقطع معكم بسهوله فما يصلحش ليكم نهائيا البوطاجي. فنتمنى يكون الشرح ديالي وافي، ونكون جاوبتكم على الاسئله ديالكم بخصوص هذا الورق هذا. نتمنى اللي اول مره شافت القناه تشترك معنا الى عجبتها من طبيعه الحال. تهلاو في ريوسكم، خليت لكم الراحه وفي امان الله. بسلام عليكم.